العمل الوطني بهذا اليوم التأسيسي الذي قاموا فيه الدكاترة لشرح لنا الأمراض المزمنة كمرض السكري كذلك وضغط الشرايين وكذلك أمراض الكلى. نشكرهم على هذا اليوم التأسيسي. مناسبة هذه الأيام التأسيسية المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني استفدنا من لقاءات تأسيسية تتعلق بأمراض العصر التي هي أمراض الكلى، أمراض القلب تتعلق بارتفاع الضغط الدموي، كذلك أمراض السكري واللي هي أمراض أصبحت أمراض اللي تعاني منها خصوصا الموظفين وشرائح كبيرة من المجتمع. لذلك استفدنا كثيرا من هذه الأيام التأسيسية التي أقيمت بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة السمارة. الموضوع ديالو هو خصوصا أمراض القلب والشرايين. حاولنا في هذا اليوم التأسيسي أننا نشوف المسببات الرئيسية لأمراض القلب والشرايين اللي هي مرض السكري، مرض ارتفاع الضغط الدموي، التدخين، اختلالات في الدهون، بالإضافة إلى العوامل الوراثية وكذلك التناول بعض المشاكل الصحية مرتبطة بالخمول وتناول الكحول. إذا باش نشرحوا هذه الأسباب تكون العروق، يكون عرض حول السكري، عرض حول التدخين، عرض حول نمط العيش السليم، عرض حول ارتفاع الضغط الدموي، وعرض حول الاختلالات في الدهون. بالنسبة للداء السكري فكما كيعرف الجميع انه ارتفاع مزمن لمعدل السكر في الدم اللي كتكون النسبة العالية في الدم في 3 أيام هو 26. الأنواع ديال المرض السكري كاين النوع الأول هو النوع المعتمد على الأنسولين وكيكون خصوصا عند الأطفال وعند المراهقين، وغالبا هذا النوع هذا كيكون متعلق يعني بواحد الخلل في جهاز المناعه اللي كتقدر تسبب بعض الامراض الفيروسيه. النوع الثاني هو الاكثر انتشارا، كيشكل اكثر من